بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلوة من كل مكان. معاكم أم أحمد. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل مربى الجزر، سهلة جدا جدا وبسيطة، مش هتاخد معاكي وقت. طبعا أنا معايا حوالي كيلو جزر، نضفته وغسلته وقطعته بالطريقة ديت وحطيته على النار يغلي لحد ما استوى معايا بقى بالشكل ده. طبعا أنا حطيت معاه عشان ما عنديش برتقان، فأنا حطيت معاه ليمونة، عصرت ليمونة وخليتها تغلي كده مع الجزر، تديلها ريحة تانية كده وتغير طعم الجزر شوية. تمام. طبعا انا خدت المكنة اليدوي ديت، حطيت فيها حلوة جدا جدا للبشر الجزر. حطيتها بالطريقة ديت واحدة واحدة كده على قدها، وألف بقى كده من الناحية التانية كده يدوي كده لحد ما كويسة جدا. أحسن من تضربها في الخلاط. بتدي يعني بتخليها مكرملة كده، المربى مكرملة كده وشكلها جميل كده، مش ناعمة أوي أوي يعني لما تضربها في الخلاط بتديكي السمك الناعم زي العصير كده. أنا عاوزاها مكرملة كده نوعا ما، حلوة جدا. طبعا انا عملت الكمية كلها، وفضل الكمية اللي انا اخلصها احطها في الحلة بالشكل ده. طبعا انا خلصتها كده، حتى المية بتاعتها انا استخدمتها كمان، يعني المية السليق دي كمان حطيتها معاه. خلصت الكمية بالطريقة ديت، وحتى الليمون كمان اهوت اتفرم كويس جدا. حلو كده كويس كده. حطيته اهوت في الحلة، والمية كمان استغلتها وحطيتها كمان مية مفيدة وجامدة جدا. طبعا انا حطيت على الكيلو حوالي كيلو الا ربع سكر، الكيلو الجزر كيلو الا ربع سكر، عشان مش عاوزاها يعني مسكرة جامد. تمام. حطيت معاه طبعا كمان عودين قرفة، تديها طعم تاني كده، ولو عندك قرنفل كمان بتديها ريحة تانية خالص وحلوة جدا. والقرفة برضو أدت نفس الغرض بالظبط. طبعا والليمون اللي عليها وبيديها يعني حتة مزازة كده مع طعم الجزر، حلوة جدا جدا يعني. وكمان بتساعد على حفظ المربى بمدة أطول. تمام. سبتها بقى على النار كده لحد ما تغلي معايا بالشكل ده. طبعا كل شوية أقلب وأقلب القاع بتاعها كويس جدا لحد ما المربى بتاعتي بقت بالشكل الجميل ده. وبدأت بقى سبتها لحد ما هديت خالص وبردت، وسبتها ليلة لحد ما هدت وبردت معايا. وجيت بقى فضيتها في البرطمان بالشكل ده. افضها بقى في البرطمانات، تاكلي منها سندوتشات حلوة جدا جدا للولاد، مع علبة زبادي الأطفال البيبيهات الصغيرين، على علبة زبادي كده. غنية جدا جدا ومفيدة والقيمة الغذائية بتاعتها عالية. بسم الله ما شاء الله. مربى الجزر ديت طبعا غنية عن التعريف، القيمة الغذائية بتاعتها عالية وكلها فيتامينات جامدة جدا. ما تنسنيش بقى بدعوة حلوة ما تعملي الطريقة دي وتجربيها، وما تنسنيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. واترككم على خير بفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.